بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله حلقة جديدة من برنامجكم وصفات واسرار. هنحاول نلف العالم نجيب لكم من كل بلد أكلة وكل أكلة هنقول لها سر معين. تابعونا لآخر الحلقة عشان تشوفوا المنيو بتاعنا النهارده ايه. وكل حلقة هنقول فكرة، هنقول سر، هنقول وصفة في وصفات واسرار. النهارده ان شاء الله هنعمل بطاطس البيوري بكرات اللحم. طب مقاديرها ايه؟ مقاديرها هتبقى موجودة في كل بيت وكل حاجة فيها ليها بدائل. عندنا الأول كيلو بطاطس، أنا قطعتها، قشرتها وقطعتها وحطيتها تتسلق على النار. تمام. أول ما تتسلق هنبدأ نهرسها كده مع بعض. طب عندنا توابلنا إيه بقى اللي هنستعملها فيها؟ هنستعمل ملح، فلفل أسود، كمون، بصل باودر وتوم باودر. تمام. معلقة صغيرة كده من كل حاجة. طيب هنحط كمان معلقتين زبدة كبار، وهنبدأ بقى إيه نخلطهم كويس مع بعض. الوصفة الأصلية بتاعة الوجبة دي هنحط فيها كريمة لباني. طبعا الكريمة اللباني غالية ومش موجودة في كل بيت، هنستعمل مكانها لبن ومعلقة قشطة. تمام. وممكن اللبن ما نحتاجوش، يعني انا هحط لبن عشان لو احتاجته للقوام، عشان انا مش عايزاها سايلة، انا عايزاها تبقى ماسكة نفسها كويسة يعني. تمام. هنبدأ بقى نهرسها كده بسرعة. طيب الوصفة دي ممكن أشيل كرات اللحمة وأعمل مثلا فراخ؟ طبعا ممكن جدا. هتفرمي الفراخ عادي، صدور أو وراك تتفرم، وهتتعمل برضو كرات بنفس الطريقة. تمام. هحط كمان معلقة بقدونس متقطع كالعادي، وزي ما عودتكم إن كل أكلاتي هتبقى فيها خضار، هيبقى فيها بروتين وهيبقى فيها كربوهيدرات عشان تبقى الوجبة متكاملة لينا ولأطفالنا. ما نحتاجش نعمل معاها طبق تاني، بس أنا كمان المرة دي عاملين معاها سلطة كده، سلطة فتوش بس بطريقة جديدة. طيب هحط بقى معلقة القشطة. هي ممكن نستغنى عنها، بس هي بصراحة بتدي طعم يعني مذاق كده للبطاطس حلو جدا. لو عندك كريمة لباني ممكن تحطي نص كوباية كريمة لباني. بس كده أنا مش هحتاج غالبا أحط لبن، أنا بس هخلط كل المكونات مع بعض. لو عندك طبعا هراسة هتبقى أحسن، أنا بس دي مش مساعداني شوية، بس إيه، تمام يعني. طيب نبدأ نركن دي كده شوية. دي كده خلصنا خلاص البطاطس براعي. نبدأ نعمل الكفتة أو كرات اللحمة. جبت ربع كيلو لحمة مفرومة. تمام. هحط عليها بصلاية، بصلاية متوسطة كده ومبشورة. حلو. نبدأ نقلبهم مع بعض. عايزة تحطي سنة توم حطي، بس أنا عشان حاطة توم باودر وبصل باودر ما احتجتش هنا في الوصفة أحط توم على بعضه كده صحيح يعني. طيب هبدأ أحط بيضة، وهي أحط التوابل بتاعتي. التوابل هنا خفيفة قوي، ملح، فلفل أسود، وقرفة وبابريكا. تمام. بس كده. وهنحط معلقتين بقسماط كبار. ببدأ بقى أعجن كل الكلام ده كده مع بعضه لغاية ما تبقى عجينة معايا، أقدر أشكلها كرات وأبدأ أحطها على البطاطس بتاعتي. بس كده هبدأ أعجنها كده عشان أدخل كل التوابل والبقسماط والبيض والبصل مع اللحمة بتاعتي، أسمغهم يعني في بعض. السر النهارده بتاعنا بتاع الوصفة هيبقى في اللحمة. اللحمة مهمة جدا وما أقدرش بصراحة يعني أعوضها بفراخ. إحنا ممكن نستبدلها في الوصفة دي بكرات الفراخ، تمام، ولكن اللحمة كعنصر أساسي في التغذية مهمة جدا لينا ولأولادنا، عشان هي اللي بتبني العضلات، وهي فيها أمينو أسيد معينة مش موجودة في الحاجات النباتية أو في الفراخ أو في السمك. فلازم اللحمة ندخلها برضو في أكلنا ولو حتى بجزء بسيط. يعني مثلا هيكفي قوي 50 جرام، مش لازم ناكل نص كيلو يعني. 50 جرام هتبقى كويسة جدا وهتواكب الغرض. طيب أول حاجة نحط البطاطس.
إمم، إمم. هابدأ بقى أسويها كده في الطبق بتاعي، طاجن بايركس، طاجن فخار، أي حاجة ممكن تدخل الفرن. إمم. البطاطس من الحاجات اللي بتبقى منسية دايمًا على سفرة رمضان، بتتحط مثلًا بطاطس اللي هي محشية لحمة مفرومة. طب تاني حاجة هنعملها قبل اللحمة، هنعمل طبقة الصوص، صلصة عادية أو صلصة بيوريه يعني طماطم، وعليها ملح، فلفل، وريحان، وزعتر، ودي أكتر حاجة هتدّيني طعم للصلصة بتاعتي، تمام؟ هاقلبهم كده مع بعض، وهابقى أوزّعهم على صينية البطاطس، بس كده هنبدأ نفردها كويس على الوش عشان الطعم وعشان اللون كمان. طيب بعد كده هنبدأ نعمل الكرات بتاعة اللحمة، بس كده هنعملها كرات ونبدأ نحطها كده على الوش. لو هتوزنيها بالميزان هتبقى تقريبًا 30 جرام، بس هي مش محتاجة ميزان يعني إحنا ممكن نعملها كده بالعين يعني. الفراخ هتبقى هي، كل الموضوع إن إحنا هنشيل اللحمة ونحط الفراخ، ونعملها برضه فراخ مفرومة، نبدأ نخلّص الكرات بتاعتنا ونحط عليها من فوق الموتزاريلا، ودي اختياري يا جماعة برضه مش من أساسيات الوصفة اللي إحنا نحط الموتزاريلا، ولكن هي هتدّيها لون وهتدّيها طعم طبعًا حلو جدًا، ودي موتزاريلا طبيعي فهيبقى فيها برضه ألبان وفايدة، بس كده خلاص. أها. أجيب الموتزاريلا، فرن سُخن متولّع من قبل كده، هنولّع من تحت بس على 180 وهنبدأ نحطها، هتستوي تقريبًا في من 25 دقيقة ل35 دقيقة على حسب الفرن بتاعِك. هاحطها في الفرن بقى ونحضّر حاجة الحلو معانا، استنوني.